السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم ميسو جميل أحمد. إن شاء الله دلوقتي هنكمل مع بعض الحصة التانية. مفروض دلوقتي إن أنت ذاكرت الجزء الأولاني وفهمته كويس، لأن الجزء التاني إن شاء الله هيكون تكملة للجزء الأولاني. هنشوف النهاردة مع بعض la phrase en français، الجملة في اللغة الفرنسية. إزاي أقدر أكتب جملة في الفرنساوي؟ ببساطة لازم أكون عارف مكونات الجملة. طب الجملة بتتكون من إيه؟ الجملة اللي هي الفراز بتتكون من سوجي فاعل، فيرب الفعل، وبعد كده بيجي الكومبليمون اللي هو المفعول، او نقدر نقول عليه بقية الجملة. يعني الجملة اللي هي فاعل وفعل وبعد كده بيجي بقيتها. طب انا ازاي اقدر اكتب الفاعل؟ انت دلوقتي حاليا بتعرف تكتب الفاعل لوحدك. طب ازاي ميسيو بقدر اكتب الفاعل؟ لو انت ذاكرت الحصص اللي فاتت كويس تقدر تكتبه. بمعنى ان احنا في اول حصة اخدنا ازاي بنكتب الاسم، وعرفنا لو عندي اسم شخص بكتبه عادي، لو هو مش اسم بني ادم لازم احط قبله محدد، وعرفنا المحددات وفهمناها كويس. وفي الجزء الاولاني من الحصة ديت اخدنا اللي هي ضمائر الفاعل وفهمناها كويس. فدي ببساطة هي الفاعل. يعني ايه؟ يعني الفاعل بيتكون من او ممكن يتكتب على شكلين اللي هما نو اسم، او اللي هو برونو ضمير اللي هي ضمائر الفاعل. الاسم ممكن يكون propre اللي هو اسم علم، او يكون commun اللي هو اسم عام. والضمير اللي هي ضمائر الفاعل اللي احنا اخدناها اللي هي جو والتي والايل والال والنو والفو والالافيكاس والالافيكاس والاون. فانا ببساطه لو عايز اكتب فاعل ممكن اكتبه على شكل اسم او اكتبه على شكل ضمير فاعل من اللي هم دول. واخد بالي دول اسمهم ضمائر الفاعل، يعني دي بتيجي فاعل. تمام؟ طب انا هلاحظ هنا ان عندي الاسم بينقسم لنوعين اللي هو بروبر وكومان. البروبر بيقصد بيه اسماء الاشخاص والاماكن. البروبر اللي هو الاسم العلم، ده اسم الشخص، او يكون اسم المكان. اسم المكان بيقصد بيه اسماء القارات والدول والمحافظات والمدن والكلام ده. والاسم الكومان اللي هو بيقصد بيه اي اسم غير اسماء الاشخاص والاماكن. يعني ايه الكلام ده؟ الاسم العام زي مثلا كلمة كتاب، معلم، تلميذ، سيارة، كلب. اي اسم من دولت دي اسماء عامة، تمام؟ ما هوش اسم شخص ولا اسم مكان. اتفقنا؟ يبقى انا ببساطة لو عايز اكتب فاعل ممكن اجيبه على شكل اسم ايا كان نوعه مش هتفرق، او ان انا اكتبه على شكل ضمير فاعل. اتفقنا؟ طيب لازم بقى نعرف المعلومة اللي جاية دي كويس، لانها هتفيدنا في كتابة اللي هي السوجي والايميلات والحاجات دي. احنا عارفين ان اول حرف في الجملة لازم يكون ماجيسكيل. ماجيسكيل يعني كابيتال. يعني لما اجي اكتب جمله لازم يكون اول حرف فيها حرف كابيتال وبقيه الكلمه سمول. طيب فده موضوع بسيط واحنا عارفينه، وحتى في الانجليزي نفس الكلام. طب باخد بالي بقى من ايه؟ ان لو عندي اسم علم، يعني معنى كده اسم علم يعني اسم شخص او اسم مكان، لازم يتكتب بحرف ماجيسكيل اللي هو كابيتال في اي مكان في الجمله. يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا اول حرف في الجمله لازم يكون كابيتال وبقيه الجمله سمول. طيب انا عندي اسم، الاسم ده اسم شخص او اسم مكان، لازم يكون اول حرف فيه كابيتال في اي مكان في الجمله، جه في اولها في اخرها في ايا كان. طب مثال عشان نفهم، مثلا لو عندي اسم زي احمد، فاحمد ده اسم شخص يعني ده اسم علم، سواء احمد جه في اول الجمله جه في نصها جه في اخرها لازم يتكتب اول حرف كابيتال. انما مثلا لو عندي اسم زي ولد او الولد فده اسم عام ما هوش اسم علم. طالما ما هوش اسم علم يبقى يتكتب بس بحرف كابيتال لو جه في اول الجمله، لان اكيد احنا عارفين اول الجمله ايا كان شكلها لازم اول حرف فيها كابيتال. طب لو كلمه الولد دي جت في نص الجمله او في اخرها اي مكان تاني ما عدا اول الجمله يبقى لازم اول حرف يتكتب سمول. اتفقنا؟ فدي معلومه سهله كده عشان لما نيجي نكتب الايميلات والموضوعات نكتبها صح. يبقى دي يا شباب كل حاجه خاصه بالسوجي او الفاعل. بعد كده نيجي على الجزء الثاني من مكونات الجملة وهو الفيرب. الفعل في الفرنساوي بيتقسم لثلاث مجموعات ولازم اعرف المعلومة دي كويس. لو بروميير جروب اللي هي المجموعة الأولى، دوزيام جروب المجموعة الثانية، التخوازيام جروب المجموعة الثالثة. يبقى أنا عندي الفرنساوي الفعل بينقسم لثلاث مجموعات. طيب قسمناهم على أساس إيه؟ قسمناهم على حسب نهايات الأفعال. يعني المجموعة الأولى واخدة الأفعال اللي آخرها ER،
يعني اي فعل اخره او ار يبقى ده فعل مجموعة اولى. زي مثلا مارشي، انا ما اعرفش مارشي يعني ايه، بس منتهي بالاو ار يبقى ده فعل مجموعة اولى. نفس الكلام مع بارلي، بارلي منتهي بالاو ار يبقى ده فعل مجموعة اولى. طيب افعال المجموعة التانية واخدة الافعال اللي اخرها اي ار، زي مثلا فينير، فينير اخره اي ار يبقى ده فعل مجموعة تانية. طب المجموعة التالتة واخدة 3 نهايات، يعني واخدة الافعال اللي اخرها اي ار والاو اي ار والار او. اي ار زي فعل مثلا فونير ده اخره اي ار يبقى ده فعل مجموعة تالتة. طب الاو ار زي فعل افواق يبقى ده فعل مجموعة تالتة. برضه زي اتر ده اخره ار او يبقى ده فعل مجموعة تالتة. يبقى انا ببساطة افعال المجموعة الاولى اخرها او ار، التانية اي ار، التالتة اخرها اي ار او او اي ار او ار او. المعلومة دي والنهايات دي لازم احفظها كويس لانها هحتاجها بعد كده. طيب هنا حد هيسأل سؤال، هيقول يا مسيو افعال المجموعة التانية اخرها اي ار وبرضه افعال المجموعة التالتة اخرها اي ار، ايه الفرق بينهم او افرق بينهم ازاي؟ ببساطة افعال المجموعة التانية في منهج ال3 سنين بتوع الثانوي ما كملوش 20 فعل فبحفظهم. وغير كده افعال المجموعة التانية دي افعال منتظمة في التصريف، كلمة تصريف هنعرف معناها كمان شوية. انما افعال المجموعة التالتة المنتهية بالاي ار دي افعال غير منتظمة في التصريف، يعني كده كده هنحفظ الفعل. يعني لو عندي فعل مجموعة تالتة اخو اي ار كده كده هيقابلني لاني لازم احفظ التصريف بتاعه. اتفقنا؟ ده بالنسبة لازاي نفرق بين افعال المجموعة التانية وافعال المجموعة التالتة المنتهية بالاي ار. طب حد بقى يسأل سؤال تاني، هيقول يا مسيو ليه اساسا قسمنا الافعال ل3 مجموعات؟ ما في الاول وفي الاخر كلها افعال. لان ببساطة كل مجموعة لها طريقة في التصريف، يعني المجموعة الاولى لها طريقة، التانية لها طريقة، التالتة ملهاش طريقة، كل فعل بيتحفظ لوحده. طب يعني ايه اساسا تصريف؟ يعني مثلا في العربي ما ينفعش اقول انا نلعب، لازم اقول انا العب ونحن نلعب، يعني ان انا اخلي الفعل متوافق مع الفاعل. فنفس الكلام في الفرنساوي، فعل مثلا زي يمشي ده مخشي، عشان اقول انا امشي ونحن نمشي لها طريقة في الكتابة، لها برضه هي كمان طريقة بس مختلفة عن المجموعة الاولى. انما المجموعة الثالثة ملهاش طريقة، كل فعل بيتحفظ التصريف بتاعه. يعني مثلا فعل زي اللي هو اتخ ده بمعنى يكون، لو عايز اقول انا اكون هتلاقيها مختلفة في الكتابة تماما عن نحن نكون. تمام؟ طب دي جزئية في التصريف. وبرضه لازم اخد بالي من جزئية مهمة، وهي الفكرة الزمن. الزمن بيأثر على تصريف الفعل في الكتابة. يعني مثلا لما اقول انا امشي غير لما اقول انا مشيت، او اقول انا سوف امشي، فبرضه الزمن بيأثر على كتابة الفعل. فالنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض تصريف افعال المجموعة الاولى في المضارع اللي هو البريزون. بالنسبة بقى للماضي والمستقبل ان شاء الله هنشوفهم بعدين. طيب ازاي بصرف افعال المجموعة الاولى في المضارع؟ ببساطة بعمل خطوتين، ان انا بحذف نهاية المجموعة اللي هي الاو ار، لان زي ما اتفقنا افعال المجموعة الاولى اخرها او ار، فانا عشان اصرف الفعل في المضارع بشيل او ار ديت. طيب بعد ما اشيل او ار بزود النهايات اللي جاية دي. طب بزود النهايات على اساس ايه؟ على اساس الفاعل. يعني لو عندي الفاعل جو اللي هو انا بزود او، مع التي بزود او اس، مع الايل والال والاو بزود او. واخد بالي من حاجة، ان الاو هي بمعنى نحن او الناس، بس دي في اللغة الدارجة. انما في التصريف لما اكتب معاها فعل فهي تتكتب زي الايل والال، يعني الفعل بيتصرف مع الايل والال والاو شبه بعض. فاخد بالي من الجزئية دي لانها مهمة، ان الاو في التصريف بتتصرف زي الايل والال. اتفقنا؟ بعد كده مع النو بزود معاها او ان اس، مع الفو بنزود او زد، مع الالافيك اس والالافيك اس بنزود او ان تي. يبقى ببساطه مع جو او، مع التي او اس، مع ال والال والاو او، مع النو او ان اس والفو او زد والالافيك اس والالافيك اس او ان تي. فالنهايات دي يا شباب لازم احفظها كويس. طب نشوف مثال عشان نفهم اكتر. فعل زي ده بارلي، بارلي بمعنى يتكلم. انا عايز اقول بقى انا اتكلم، نحن نتكلم، والكلام ده اعملهم ازاي؟ اصرفه ازاي؟
ببساطة هنعمل الخطوتين اللي اتفقنا عليهم، ان احنا هنحذف النهاية بتاعت المجموعة اللي هي الاو ار، وبعدين ازود النهايات دي على حسب الفاعل. تمام. فلما احذف الاو ار هيتفضل عندي الجزء ده اللي هو بارل، الاربع حروف دولت، فانا هقوم كاتبهم مع الفاعل ونزود النهاية. فمع الجو زودت او، بقت جو بارل، كتبت الجزء اللي فاضل وحطيت الاو في النهاية. طب اشمعنى حطيت الاو بالذات؟ لان انا حافظ مع الجو بزود او. طب مع التي هتبقى بارل، هنحط في النهاية او اس. طب مع الايل والال والاو هتبقى بارل، هنحط في النهاية او. وهكذا مع الباقي، ان احنا بنكتب الجزء ده ونزود النهايات اللي احنا حافظينها من هنا. مع النو هتبقى بارلون، حطيت او ان اس، والفو بارلي او زد، والإلافيكاس والإلافيكاس قلت بارل او ان تي. اتفقنا يا شباب؟ يبقى انا ببساطة بحذف الاو ار واحط النهايات على حسب الفاعل اللي عندي. طب حاول دلوقتي توقف الفيديو وتعمل الفعل ده اللي هو مارشي، مارشي بمعنى يمشي. وقف الفيديو وصرفه في المضارع. طيب المفروض دلوقتي ان انت صرفته، وتعالى نشوفه مع بعض ان كنت صرفته صح ولا غلط. زي اتفقنا مارشي ده فعل مجموعة اولى، فشيل او ار وازود النهايات على حسب الفاعل. فيبقى بالشكل ده جو مارش، حطيت او. مع التي مارش او اس، والال والاو قلت مارش او. مع النو مارشون، والفو مارشي، والإلافيكاس والإلافيكاس مارش او ان تي. ان شاء الله تكون صرفته صح. طب ده بالنسبة للي هو الفعل. يبقى انا لحد دلوقتي عرفت ازاي بصرف افعال المجموعة الاولى في المضارع. طب بالنسبة لافعال المجموعة الثانية بعمل نفس الكلام، ان انا بشيل النهاية بتاعتها اللي هي الاي ار، بس بزود نهايات مختلفة عن النهايات دي، فعشان كده بقت مجموعة لوحدها. اتفقنا؟ طيب تمام. وبالنسبة للأفعال المجموعة الثالثة دي أفعال بتتحفظ. طب أنا دلوقتي عرفت إزاي أصرفه، بيجي لي عليها أسئلة إزاي في الامتحان؟ ممكن يجي لي أسئلة شوازي اللي هي اختياري. يجيب لي مثلا تصريف الفعل، زي مثلا يقول لي نو نقط دوليكول، عايزني أصرف الفعل ده مع النو. فأنا حافظ مع النو بنحط إيه؟ أنت اللي هتجاوب. بنحط إيه؟ زي ما أنت قلت اللي هي الأو إن إس، تبقى نو بارلون، لأن دي بتاعت الفو ودي بتاعت الإلافيكاس والإلافيكاس، واللي هي بتاعت سيدي دي بتاعت اللي هي الجو والإل والإل والأو. فهنا النو فحطيت الأو إن إس. طيب ممكن برضه إن هو يجيب لي الفعل مكتوب أساسا بس عايزني أحط الفاعل. يعني هنا عندي ام اخرها او، طبعا الفو عايزه او زد، فبالتالي دي في الفو ما تنفعش. هنا الإلافيكاس عايزه او ان تي، فما تنفعش. هلاقي هنا عندي الاو، هلاقي عندي الجو، فالجو تنفع لان الجو بنحط معاها او، بس اكتب انهي واحده؟ افتكر من الجزء الاولاني في الحصه ديت ان احنا قلنا ان الجو لو جه بعدها حرف متحرك بتتحول لجي ابوستروف، فخد بالي من الجزء ده لان دايما بيسال على الجي ابوستروف دي. فهنا حطينا الجو، الجي ابوستروف عشان عندي حرف متحرك وكمان الفعل منتهي بالاو. طب ممكن برضه يجيب لي السؤال في يعني درجه صعوبه شويه، زي مثلا يقول لي علي اسامي نقط الي كولا، عايزني اصرف الفعل بس جايب لي الفاعل على شكل اسم علي وسامي. طبعا لو جاب لي الفاعل على شكل ضمير زي الجو او التي او النو او الكلام ده بيبقى تصريف الفعل سهل. انما لو جايبه لي على شكل اسم في الحاله دي لازم ارجع الاسم للضمير اللي بيساويه. فهنا عندي علي وسامي ده اسم جمع مذكر، طب بيساوي انهي ضمير؟ لو انت فاكر من الجزء الاولاني قلنا الاسم الجمع المذكر بيساوي الإيل افيك اس. طيب يبقى علي وسامي بيساوي الإيل افيك اس. طب الإيل افيك اس بتاخد اف دولت، اللي هي الإيل افيك اس بتاخد الاو ان تي، فتبقى الاجابه اللي هي مارش دي. طب مثال تاني عشان نفهم اكتر، منى نقط اليكال، هنا الفاعل اسم يبقى لازم ارجعه للضمير اللي بيساويه، فمنى ده اسم مفرد مؤنث يعني بيساوي ال، ممكن اكتبها بالرصاص فوق الاسم كده او الفاعل كده. طب ال بتاخد اف دولت اللي هي تاخد الاو اللي هي دي، لان طبعا دي بتاعت الفو دي بتاعت النو ودي بتاعت الإلافيكاس والإلافيكاس، فالاجابه الصح اللي هي ديت. يبقى ده يا شباب كل حاجه خاصه بتصريف افعال المجموعه الاولى في المضارع. ان شاء الله الحصه الجايه هنشوف مع بعض مجموعه من الملاحظات على المجموعه الاولى، وكمان هنشوف تصريف افعال المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. طب ده بالنسبه لتاني جزء من اللي هو تكوين الجمله. نيجي بقى على الجزء الاخير وهو المفعول او بقيه الجمله. لازم اعرف المعلومه دي ان المفعول بينقسم لنوعين، ممكن يكون مفعول مسبوق بحرف جر، وفي الحاله دي بيبقى اسمه مفعول انديركت غير مباشر، يعني ان هو ما جاش بشكل مباشر بعد الفعل، في حرف جر جه الاول وبعدين جه المفعول. زي مثلا لما اقول il parle à علي، هنا ده الفاعل
ده الفعل، ده بقية الجملة أو المفعول. فالمفعول عندي علي. علي هلاقيه جاي قبله حرف جر اللي هو الآ، يبقى معنى كده إن علي مسبوق بحرف جر يعني مفعول غير مباشر. هنا البارل علي يعني هو يتكلم إلى علي، واخد بالي إن الآ دي بمعنى إلى أو في، بتبقى بمعنى إلى أو في على حسب السياق، وإن شاء الله هناخد بالتفصيل اللي هي حروف الجر في حصة لوحدها. فدلوقتي اللي عايزك تعرفه إن علي عشان قدامه حرف جر فده يعتبر مفعول غير مباشر. مثال تاني، البارل ده علي هو يتكلم عن علي، نفس الكلام عندي حرف جر فبالتالي ده مفعول غير مباشر. مثال تالت، جابيت أباري أنا أسكن في باريس، فهنا باري جاي قبلها حرف جر فده مفعول غير مباشر. طيب النوع التاني بقى من المفعول، إن المفعول يكون غير مسبوق بحرف جر، يبقى في الحالة دي مفعول ديريكت مباشر لأنه جه بشكل مباشر بعد الفعل. زي مثلا ما أقول جو فيزيت ان فيلاج، أنا أزور قرية، هلاقي هنا ان فيلاج اللي هو الاسم اللي هو المفعول جه مباشرة بعد الفعل، مفيش عنده حروف جر، فبالحالة دي يعتبر مفعول مباشر. واخد بالي من حاجة، في طالب هيقول لي مثلا طب ما الآن هي مسيو جاية بين الفعل والاسم، الآن دي ما يعتبرش حرف جر، الآن ده محدد. وغير كده احنا قلنا ان اي اسم ما عدا اسماء البني ادمين لازم احط قبله محدد، يعني الآن ده يعتبر جزء من الاسم، يعني ان فيلاج دي كلها على بعضها الاسم، فهي جت بشكل مباشر بعد الفعل عشان لو حد متلخبط. اتفقنا؟ يبقى انا عندي هنا ان فيلاج ده مفعول مباشر. طب مفعول مباشر ليه؟ عشان ما جاش قبله حرف جر. مثال تاني، الفواياج اوجوردوي، هلاقي كلمة اوجوردوي جت مباشرة بعد الفعل، مفيش عنده حرف جر، فبالتالي ده مفعول مباشر. فلو عرفت المعلومة ديت ان انا افرق بين المفعول الغير مباشر والمباشر من دلوقتي، دي هتساعدني بشكل كبير، لان انا عندي ضمائر المفعول المباشر وغير المباشر في الدرس الثاني في منهج ثالثة. فلو عرفت دلوقتي افرق بين المفعول المباشر وغير مباشر هيساعدني ان افهم الدرس بشكل اسهل. اتفقنا يا شباب؟ وبكده يا شباب يبقى حصة النهارده خلصت. وما تنساش تحمل الملزمة وهتلاقيها موجود فيها شرح الحاجات دي كلها، وكمان عليها مجموعة من الأسئلة حاول تحلها، وإن شاء الله هنزل لك الحل بتاعها. وكمان عندك اللي هي مجموعة من الكلمات حاول تحفظها. لو عندك أي سؤال أو أي حاجة مش فاهمها تواصل معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.